السلام عليكم، انا كينج سكال والنهارده هنتكلم عن شرح الماونتات والهدف من كل ماونت في اللعبه، وكل كونتنت بيحتاج انهي ماونت. وبفكرك تدعي لاهلك واخواتك في فلسطين، وبفكرك تقاطع عشان ده اقل شيء نقدر نعمله. زائد في الفيديو ده باذن الله هيكون في جيف اواي على سيرفر الديسكورد، هقول الشروط ان شاء الله في الفيديو هنا. بس انت المهم يا عزيزي شوف الفيديو الاخر، ومن غير ما اطول عليك خلينا نبدا. Tick tock, you have my attention. Show me everything that you got today. Take me to another dimension. I'm so excited what you have to say. يا عزيزي يا رب تكون كويس وفي احسن حال ان شاء الله. في الفيديو انا النهارده هشرح لك فيه كل شيء متعلق بالماونتات. هتقول لي يعني ايه وما اعرفش بتنجاني؟ اقول لك حبيبي ان انت كل كونتنت بيطلعه بيحتاج ماونت معين تطلع بيه. جميل. فانت هنا ان شاء الله في الفيديو هتعرف كل كونتنت هتحتاج فيه انهي ماونت عشان تضمن انك تطلع وترجع عايش من غير ما تخسر البلدايه بتاعتك. وفي الفيديو هنا هقسم لك كل كونتنت يعني مع بعض. يعني مثلا اول حاجه نبدا بيها هي دنجن البي في اي. يعني لما تيجي رايح الدنجن البي في اي وراجع منها ازاي تروح عايش وترجع عايش. بعد كده نخش على الدنجن البي في بي، بعد كده الرات سواء ستاتيك او ميست، بعد كده الجاذرينج، وفي الاخر ان شاء الله الافرود. شباب متنوعه شويه. وبرضك يعني لو بقى وقت الفيديو كده هشرح فيه ماونتات اللي هي الباتل ماونت، اتكلم عنها شويه بحيث ان انت برضك يبقى عندك خلفيه عنها وفايدتها ايه في العموم. خلينا نبدا دلوقتي بالبي في اي دنجنز. بص بقى، البي في اي دنجن بتنقسم لحوالي السولو دنجن، الجروب دنجن، والافا دنجن. خلينا في اول اتنين اللي هي السولو دنجن والجروب دنجن. انت لما تيجي رايح اي حاجه من دول، انت اول حاجه هتحتاجها معاك هي الارمورد هورس، سواء السولو او الجروب، ده اساسي معاك. وفي الناحيه التانية هتلبس اللي هي الكيبه يعني بتاعت ايه ده ما عندي، هتلبس دي فورت ستيبلينج كيب. جميل. ليه بقى؟ لان الارمورد هورس من اسمه عنده اللي هو الهيلث بتاعه كبير جدا، ونسبة الارمور بتاعته واصلة ل 104، ودي نسبة كبيرة جدا على فكرة في البين اونلاين هنا. ده غير ان عنده ماجيك ريزيست، فاللي هو فعلا قوي. الارمورد هورس قوي ويقدر يشد معاك شوية، بس مشكلته حاجة واحدة بس، ان هو حرفيا ما بيشيلش. اللوت بتاعته قليلة جدا، فانت هتحتاج تجيب شنطه مينيمم تير 6 او تعمل زي وتطلع دايما بشنطه 6 واحد نورمال كده. انا دايما الشنطه دي معايا يعني. بص شايف كلها 6 و7 و6 واحد و4 ما اعرفش ايه، كلها كده يعني. عامه دي اللي بطلع بيها في الاغلب. حلو. فانت هتطلع كده هتضمن انك ترجع عايش. ليه؟ لان انت وانت رايح بتبقى واخد الانفيس بوشن، فيعني مفيش مشكله وانت رايح، بس وانت راجع بترجع وانت ظاهر، فدي هتبقى مشكله كبيره. فلازم تضمن انك تعرف ترجع عايش. هتقولي ليه اخدت الفورت ستيبلينج بقى؟ لان الفورت ستيبلينج بتصد من عليك اول ستان. اول ستان بتيجي عليك زي ما انت شايف قدامي اهو، بتتشال. يعني مثلا لو انت بتجري دلوقتي وعيل رخم حاول يمسكك بالدبليو بتاعت الكرسي دي ستاف او يستنك يعني في الارض، دي بتشيل من عليك على طول السي سي داون بالديفنس بتاعها. حلو. حلو. نروح بقى للي بعدها وهي الافا دنجن. في الافا دنجن انت هتاخد معاك الهورس ده. تقول لي ده ارمورد هورس يا كينج؟ اقول لك حبيبي يعني ايه؟ انت شايف ايه؟ ده ارمورد هورس فيها عزيز يعقل كده شويه. ده الجالانت هورس. الجالانت هورس عنده سكلايه، هو مختلف شويه ان هو من الماونتات اللي عنده سكلايه، وبسم الله ما شاء الله هو رخص. يعني انا لما كنت جايب ده كنت جايبه بمليون، دلوقتي عامل 768 الف. ممكن اشتري واحد دلوقتي تاني. المهم الجالانت هورس بيعمل ايه؟ الجالانت هورس بيخليك لمدة 4 ثواني أي دمج هيجي عليك يتشال. حلو. كل الكراود كنترول افكت وكل الدمج اللي جاي عليك مش موجود اصلا لمدة 4 ثواني. ده غير ان هو بيزود 40% من الموفمنت سبيد بتاعك. يعني افرض دلوقتي انت ماشي جه عيل بايخ كده ماسك برضك نفس الكيرس دي ستاف وعايز يجيبك، هتقوم انت عامل ايه؟ هتقوم انت عامل كده لمدة 4 ثواني. انت مفيش حاجة تقدر توقفك نهائي، ولا في اي حاجه تقدر تدمجك، وده نسبه كبيره ومحترمه جدا اساسا. هتقول لي طب يعني انا طالع افا دنجن ايه اللي يخليني اجيب ده كمان؟ يعني في ايه؟ لا 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 عم مسكال يا مصاريف فلوس وخلاص، ما كفايه البلدان و200 مليون اللي انا جاي طالع بيه. مش 200 مليون طبعا، انا افورت يا 15 مليون مينيمم يعني، بس الفكره واضحه. بس ان انت تكون طالع بالميت لابس لك بلدايه زي دي تمنها 11 مليون، ده غير طبعا بيبقى في حاجات تانية زي الفود والبويزن اللي انت تبقى واخده معاك، وحاجات تانية في الشنطه وانت طالع الافا دنجن. فدي اقل بلديه اصلا يعني، دي بلديه قليله كده اللي هي بطلع بيها، اللي هي لما اجي طالع دي بي اس. انك تطلع بحاجه زي دي اصلا ده تكلفه عاليه، فهتحتاج بروتكت عالي انك تحمي نفسك كويس. فالجالون دورس بيديك القوه دي او الحمايه دي، فبتضمن انك تروح وترجع عايش. وغير كده اساسا وانت رايح ما بتروحش راكب الجالون دورس، بتروح راكب فاست ماونت. يعني يكن مثلا
ليكن مثلا الداير وولف. الداير وولف يكون كويس جدا يعني، هو الداير وولف حلو. الداير وولف تمنه 300، ما 340، اظن ان هو هيبقى ارخص من كده شويه. 340 الف. انت وانت رايح بتاخد معاك اصلا الانفيز، فلازم تروح وتوصل لبوابه الافا بسرعه، اللي هي بتبقى بعيد عنك بالمينيمم بوابتين. فانت بتاخد معاك الداير وولف لانه بيكون اسرع حاجه مثلا، او في برضك ناس يعني اللي عايزه تكلف ممكن تاخد معاه اللي هو الارنب، اللي هو اللي اسمه كوتون تيل تقريبا، ديل القطن. او ممكن تاخد معاك البلاك بانسر. ففي حاجات كتير مقترحه سريعه ممكن تاخدها معاك، بس انا للتكلفه برضك، ويعني ان هو برضك كلهم بيعملوا نفس الغرض، ما عدا يعني الحاجات اللي هي بتبقى فوق المليون دي وكده، اللي هي تير 8 و8 واحد، بتبقى معاها افكت زي اللي في الجالانت وورس ده يحميك. المهم انت بتطلع كده اساسا الماونتين دول فاست ماونت. هديك 3 خيارات، ده وولف، بلاك بانسر اللي هو الارنب اللي اسمه كوتون تيل. دول احسن حاجه وانت رايح. وانت راجع مفيش غير الجالانت وورس، مفيش اي حاجه تانية. حلو. دي بالنسبه للافا دنجن، وبالنسبه للجروب دنجن والسولو دنجن. جميل. وانت طالع افا دول، وانت رايح اي جروب او رايح اي سولو دنجن، اساسي معاك الارمور دورز والفورت ستيرلينج كيب. جميل الكلام، جميل الكلام. نروح دلوقتي عايز اللي بعده، وهو البي في بي دنجنز، ودي اللي هتتقسم لاتنين بس، الكوربت دنجن والهيل جيت. خلينا نبدا بالهيل جيت. في الهيل جيت انت هتحتاج تروحها بسرعه بعد ما تبوب المابا، سواء 2v2 او 5v5 او 10v10 او ان شاء الله حتى يعني مليون ضد مليون، انت هتحتاجوا تروحوها بسرعه. فاحسن حاجه تاخدها معاك هي السوفت كلو. دي احسن حاجه، رخيص 77000. لو انتوا لابسين بالدايه ايا يكن هي ايه، مش هيكون هو اصلا افكت كبير في سعرها، يعني 77000 مش رقم يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو اصلا بيقفل الغرض بسبب سرعته، وانكم تلحقوا توصلوا لها بسرعه، فهيبقى اضافه حلوه جدا. نروح للي بعده، هو الكربت الدنجن. في الكربت الدنجن يعني ما فيهوش اي حاجه اضافيه، يعني مشكله الكربت ان محدش اصلا بيطلعوا من البلاك زون نهائي تقريبا، ما عدا المتخلفين يعني. محدش هيروح يطلع في البلاك زون ويخاطر مخاطره ديا، عشان قصدي كربت الدنجن. فالفكره انك بيطلعوا في الريد زون، بيبقى باين لك عدد الناس اللي فاتحه بيكي تحت اللي هم ممكن يقتلوك يعني، وبتبقى شايفهم اصلا قدامك، بيبقوا كلهم يعني اي حد فاتح بيكي بيبقى لونه احمر، فتقدر تلمحه من بعيد وتتجنبه. بلس ان انت هتطلع على ريد زون وهتخش اي كرابتد هناك، هتلاقي نفسك بتحف مع كل الكرابتد دوت التانية اللي في البلاك. وللضمان اكتر يعني وكده، تاخد معاك فوت ستيرلينج كيب 4 فلات، فوقك من 6 2 اللي انا لابسها دي. المهم يا عزيزي نروح للي بعده، وهو فات. بس قبل ما اخش عليه بفكرك تعمل لحبيبك سكال اشتراك ولايك، عشان ده بيساعدني جدا ان انمي قناتي. بجد بجد بيكون ده تقدير منك ليا على تعبي ده. بس خلينا نخش على طول بقى في الفات، ونبدا بفات الاستاتيك. نصيحه مني وعن خبره وعن كذا مره طلعت فات استاتيك كتير جدا، احسن ماونت تاخده معاك لو انتوا طالعين بهدف ان انتوا اللي يعني تاخدوا البوس وتمشوا على طول، ده اوكس تيم 4. مفيش احسن منه ولا اله الا الله، فاهم؟ هو بس حلو قوي كده. شايف اوكس مستر اوكس دون مع شنطه زي اللي انا لابسها دي كده، مع الحته الحلوه كده فورت ستيرلينج كيب بتاعتك. ايه ده؟ فورت ستيرلينج كيب بتاعتك خلصت. انت كده يابا، انت كده سيف. لو دبوا فيك من هنا للسنه الجايه انت مستحيل ويستحسن تخلي الاوكس بتاعك تيم 5 يعني، يستحسن. بس يعني الاربعه هيفرق بالغلط، 4 كده اوت ستاندنج زي اللي انا لابسه ده، او اكسلنت حتى، ما علينا يعني. فده هيفرق بالغلط جدا في باتل الاستاتيك. ليه؟ طلع لك جولد شيست، تطلع لكم فيه 100 مليون هتعرفوا تلموه بسبب ان الاوكس بيشيل. الاوكس بيستحمل ضرب وانتوا رايحين وعمالين تلفوا، اول ما تلاقوا استاتيك كده حلو كده تلاقوا في حاجه وانتوا راجعين. لو رجعتوا مثلا رايحين مثلا ناحيه افرود، من افرود هيطلعوا على طول تاني على المدينه، مش عايزين تضربوا الار غاليه يعني وكده، اللي هيستحمل معاكم وانتوا راجعين. بس لو طالعين بهدف ان انتوا برضك احتمال تفايتوا جوه، فاحسن حاجه تاخدها وانت رايح وانت راجع هو الداير بور. بص عايز جيت لك اهو، انا دلوقتي شلت حاجات في وزن تقيل جدا. حلو. انا مش عارف اتحرك مهما احط في ماونتات ومهما اعمل، مش عارف اتحرك غير لما اطلع على الماونت واركبه. بس الداير بور بقى ميزته ايه؟ ان انا اول ما اعمل كده هوبا هو شايل حاجه، انا مش راكبه، هو مش جنبي اهو، بس هو الافكت بتاعه ان هو بيشيل الحاجه حتى لو انت مش راكبه. ده افكت قوي جدا يعني، سواء انتوا دخلتوا جوه مسكتوا شيست فتحتوه ايا يكن ومعاكوا فلوس اصلا، بس طلع عليكم ناس وعايزين تقتلوهم، هو هيساعدك عشان ما تبقاش اوفر لود وما تعرفش تشيل حاجه. فبجد الدارك بور قوي جدا. نرجع الحاجه دي بقى وتعالى نروح اللي بعده. نروح دلوقتي بقى عزيزي لباتل ميست. حلو. باتل ميست هتاخد معاك اوكس تير 3. تقول لي اشمعنى اوكس تير 3؟ اقول لك ان اوكس تير 3 بيستحمل معاك ضرب الموبات، بيستحمل معاك ضرب البلاير اللي هم الرخمين اللي عايزين ياكلوا اي حاجه وخلاص، ضرب بيقتلوا اي حاجه وخلاص.
فانت اصلا بتبقى طالع بالبدايه ايكوال 5 6، فاهم؟ فما بتبقاش غاليه قوي. والاوكس تير 3 اساسا ثمنه يعني يا دوبك ما كملش حتى 10000. فانت هتكون طالع بهدف انك تبقى في نفس الوقت لو من اقل لمسه تقع، مش من اقل لمسه يعني، وكده كده الاوكس ده بيستحمل حتى هو تير 3 كده بيستحمل جامد، بس انت بتبقى عايز تنزل بسرعه. اصل دلوقتي قدامك اتنين بيطحنوا في بعض وانت عايز اي ضربه تيجي عليك تقتلك، فانت بتفضل واقف وسطهم من كام ضربه كده او كام سكلايه، بتقوم واقع تنزل تاخدهم هما الاتنين. بس اللي هو طير 4 و5 مش هينزل من كام ضربه او كام سكلايه، هينزل بعد اسبوع ولا حاجه يكون هم اصلا يعني سافروا وناموا. فالبوينت دي لازم تركز عليها قوي، انك يا اما تاخد الاوكس تير 3، ممكن ايه، ممكن تاخد الغزاله. الغزاله تبقى كويسه. انت كل اللي عليك تاخد الغزاله دي. فالغزاله دي برضه بتستحمل ضرب، تبقى كويسه جدا، مع موفمنت سبيد حلو، بتوصل لسرعتها القصوى خلال فتره زمنيه قليله جدا، يعني تقريبا ثانيتين. فهي كويسه جدا ومناسبه جدا جدا لو انت برضك عايز تبات في الميست، سواء هي او الاوكس تير 3. حلو. المهم دلوقتي نروح للي بعده وهو الجازرينج. بص بقى يا عزيزي، المونتات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي دي هي يعني كمستوى من الاحتراف. يعني انت كل مستوى بتوصل له من الاحتراف في الجازرينج بتستعمل ماونت منهم. ده بالنسبه للي هم الجزر بلاير. بس بالنسبه للاعب العادي فانا هقول لك الاول تعمل ايه في كل مكان طلعه تاخد معاك تجزر فيه، يعني تاخد معاك انهي ماونت فيهم. نبدا بالناس اللي هي مش جزر بلاير وبتطلع كده تجزر كل فتره. انت لو طلعت تجزر في اليلو او في الريد، فاحسن حاجه تاخدها هي دي، اسمها الرام. الرام ماونت جميل جدا، بيشيل معاك اوزان تقيله، بيقدر يستحمل الضرب، معاه ماجيك ريزيست، معاه ارمورد حلو جدا 206. بس مشكلته ان هو بطيء سيكا، يعني ما فيهوش ميزه قوي ان هو بيشيل معاك. فلو انت طالع في اليلو هيشيل معاك، هيساعدك، هيخلي الليله جميله، ورخيص كمان، ثمنه 200,000 واقل من كده بكتير اصلا في سيت فورد تقريبا، بس ان يكن. فالموضوع حلو جدا بالرام بالنسبه للناس اللي بتجزر في الريد وفي اليلو. نيجي بقى للناس اللي بتطلع بلاك اوبن وورلد، فانسب حاجه ليك هي الداير بور. الداير بور هيبقى كويس جدا، هيستحمل معاك ضرب، لو وقعت هتعرف تجري، انت كده كده اصلا بتبقى لابس بلدات سكيب، وانت بتبقى طالع البلاك واعي اللي انت هتعمله وفاهم انت بتعمل ايه. وممكن برضك تاخد الستاج، لان الستاج هتبقى كويسه جدا بالنسبه لحد مثلا طالع يجاز كده يلف شويه ياخد الحاجات الانشانتد. بس الستاج هتبقى كويسه جدا. ليه؟ لان الستاج سريعه، دي اول حاجه، بتشيل نسبيا، يعني بتشيل 265 كيلو مع الشنطه بتاعتك اللي هي بتشيل 150، فانت مينيمم مثلا باللبس والشوز بتاعك هتبقى شايل 550. تطلع تجمع لك كده كام جلدايه انشانتد كده، تير 5 2 5 3 6 3 اي حاجه من الحاجات دي، ترجع معاك 500,000. لفيت لفه ساعه كده طلعت جبت الحاجات دي كلها، انت كده حلو قوي. ده بالاستاج، يعني حاجه بسيطه. بالنسبه بقى للناس اللي بتطلع الميست وبتطلع الافرود، فانسب حاجه ليها هي السبكتر داير بور. السبكتر داير بور مميز جدا في حاجه معينه. يعني دلوقتي لو بجري وفجاه لقيت حواليا كده 5 6 7 كده، يعني ربنا ينتقم منهم عايزين يقتلوني، اقوم انا عامل ايه؟ طالع اجري في حته وحاسسهم ان انا خلاص هاجي في الحته دي، اقوم دايس كده اعمل كده جي جي، هما اتسوحوا وانا طلعت اجري. افضل بقى مختفي لحد ما اوصل هناك، بفضل مختفي لمده 5 ثواني. 5 ثواني ده على فكره حاجه جامده جدا. ده غير ان هو معاه نفس الافكت بتاع الداير بور اللي هو بيخليك لو وقعت تفضل شايل الحاجه حتى لو وزنها تقيل. وكمان معاه ارمور ده حلو جدا ومحترم 80، ده حاجه برضه كويسه. معاه 80 ماجيك ريزيست. ده غير اللبس اللي انت بتبقى لابسه اساسا، سواء يعني لبس الجزر او البلديه مثلا اللي انت بتبقى طالع بيها ايا يكن، بيبقى فيها نسبه ديفنس، فتتحسب كل دون وتقدر تصد شويه من الهجمات دي. وطبعا الفورت ستيرلينج كيب تبقى مصاحباك في كل دون. فالموضوع هيبقى سهل جدا عليك انك تعرف تطلع بالطريقه دي وتعمل اللي انت عايزه وترجع عايش. المهم يا عزيزي نروح للي بعده وهي الافرود. الافرود بتتقسم لاتنين كونتنت معانا، بي في بي وبي في اي. في البي في بي الموضوع بيبقى فيه خيارات كتير جدا قصادك. ليه؟ لان انت ممكن تركب النعامه دي. ليه؟ لانها معاها سكلايه، سكلتها قويه جدا يا جدعان. سكلتها لمده ثانيتين بتزود سرعتك بنسبه 100%، وكمان عليها بتاخد امورتال انك بتتحمي من اي ستان واي دامج بيجي عليك، كل ده لمده ثانيتين. شايف؟ تبقى قويه جدا ولا كانك معاك كليريك روب. فهي هتبقى كويسه وهتساعدك جدا سواء انك تهرب او تجيب حد. بس الكلام ده بالنسبه لو انت طالع بي في بي سولو او جروب في الافرود. حلو.
نيجي بقى للي بعده السوفت كلو. السوفت كلو رخيص، عملي جدا، بيديك موفمنت سبيد محترمه، وغير كده حرفيا الكل بيركبه، فيعني خليك بيه. حلو بالنسبه يعني لو انت طالع سولو او طالع دو، فخليك بيه، هو عملي شويه وهيساعدك كده كده. بس بقى بالنسبه للشباب الجميله اللي بتطلع جروب كبير، فهم احسن حاجتين ليهم الداير وولف والكلب الهاسكي. انا مكسل اروح بصراحه اشتري كلب، اروح اجيبه عشانكم. عزيزي، شفت انك عزيزي فعلا، رحت جبت لك الكلب الهاسكي عشان خاطر اوريك بيعمل ايه، واكون بشرح لك كل حاجه عملي كده عشان تفهم معايا. فقدرني، قدر حبيبك اسكال كده بلايك واشتراك كده وظبطنا الفيديو ده. المهم نبدا على طول ونخش في الهاسكي بيعمل ايه. الهاسكي والداير بور الاتنين دول يعني بعيدا عنهم اصلا، وبعيدا عن كل السرعه بتاعتهم، وبعيدا عن كل حاجه، الاتنين دي لهم سمعه وحشه. يعني كل الفيديوهات بتاعت البي في بي بيبقوا راكبينهم، دي اول نقطه. تاني نقطه ان هما كل الناس اللي بتطلع في جروب بي في بي بيركبوهم، فهم بقوا عاملين زي كانهم مصدر رعب. فاول حاجه هتحصل له بانيك هنا، يعني فزع، هيتفزع، فممكن يغلط، ممكن ما يعرفش يجري ازاي، ممكن ما يعرفش يعمل ايه. فالافكت بتاع الرعب بتاعهم ده احسن بكتير جدا من اي حاجه. نيجي بقى اليوم اساسا الداير وولف، ميزته ان هو بيزيد سرعته 132%، وبيزيد فوقيها كمان 85%، معلش، بس ده الموفمنت زيد بونص اللي هو بيزيده يعني بعدها. وسرعته اصلا العاديه 132%، معلش انا غلطت في الحته دي. وسرعته بتوصل اللي هي ماكس بتاعها خلال 5 ثواني بس من بعد ركوبه، فهو سريع جدا وعملي جدا بالنسبه للشباب اللي بتطلع بي في بي. ثانيه واحده بقى، هحط البتاع ده عشان خاطر اعرف اوريكم السرعه بتاعتهم. بالنسبه للشباب اللي بتطلع بي في بي، ماونتات سريعه، ماونتات قويه جدا. نروح بقى للي بعديه وهو الهاسكي. الهاسكي بقى معاه ميزه مرعبه جدا، وهقول لكم كمان سر حلو كمان فيها. هوبا، انت بتدوس على السكيليه بتاعته سرعتك بتزيد بشكل مرعب، وكمان لفتره كبيره جدا. الفتره دي بقى انت بعد ما بتخلص، يعني بص انا كل ده فتره معايا، شايف انا لفيت كام مره. تاني مره ايه، انت اول ما بتوصل لدي بتقوم طالع. لو نزلت وطلعت في ساعتها، انا بس عشان ما كنتش عارف هتخلص امتى فانا اتاخرت شويه، بس انت لو نزلت وطلعت في ساعتها، ايه ده دوست على الطوبه، يا ربي خلينا اشرحها. بس انت لو نزلت وطلعت في ساعتها بتقوم رايحه على طول من عليك، لان هي اساسا بتطول شويه. انت بتوصل، انت بتفضل 16 ثانيه زائد 90% على سرعتك اساسا اللي انت كنت واصل لها. وبعد كده بتحتاج فترة تبريد بتوصل ل5 ثواني، بتنقص سرعتك فيها بتوصل ل75%. ده رقم قليل جدا يعني وكده، بس ايا يكن انت دي بتضرب السكيلايه دي عشان تسبق الضحية بتاعتك. بعد ما تسبقها بتنزل ديسماونت قصادها. والهاسكي اصلا مرعب بسبب الحوار ده. مفيش حد على وجه كوكب البيون اونلاين بيلعب بالبير باوز غير وبيركب هاسكي، مش تبقوا فاهمين الجزئيه دي. تنزل قصاده تقوم ناطط عليه جايب اجل الماونت بتاعه، هي معروفه. حلو. وبالنسبه للدايف بور، هو معهوش سكلايه، بس الافكت بتاعه مرعب زي ما لسه قايلك عليه، اللي هو البانيك افكت دون. جميل. نروح بقى للشباب الجميله اللي بتطلع تلم شيستات في الافرود وهكذا، سواء جرين شيست، بلو شيست، جولد شيست. فانت احسن حاجه ليك هي الارمور دورس مع الكبه دي. انا دايما بطلع كده بروح عايش وبرجع عايش، ما متش ولا مره بسبب الحوار ده. كذا مره ناس تحاول تجنكني ما تجنكش، الموضوع بيبقى جميل جدا. بالنسبه ليك لو انت تانك، يعني انتوا دلوقتي بتبقوا طالعين، بيبقوا طالع معاكوا دي بي اسات وتانكات وهيلر وايا يكن. لو انت تانك فانت اساسي محدش هيبص لك. ليه؟ لان انت لما بتبقى لابس بلديه تانك، الارمور بتاعها بيتمزج مع الارمور بتاع الماونت اللي انت راكبه. فلو ارمور الماونت 100 وانت الارمور بتاعك 100 فبيبقى 200. دي اول حاجه. فاي حد في قلبي اونلاين فاهم الجزئيه دي مش هيجنكك، فاحنا هنستثنى التانك من الحوار ده. نروح للهيلر. الهيلر لازم يطلع ببلدايه سكيب، لازم يبقى معاك بلدايه سكيب تعرف تهرب بيها انت كهيلر. بلدايه السكيب بقى تبقى معاك بلاد ليتر، اساسن جاكيت، مش كاول، ما اعرفش اي حاجه من الحاجات دي، سولدر بوت، الحاجات اللي انت تعرف تهرب بيها. بالنسبه بقى للدي بي اسات، فالدي بي اسات بتبقى برضك لاما تطلع كده ولابسه البلديه بتاعتها وتقلل فيها شويه، انت تطلع بلديه مسبك فيها وتطلع بيها مثلا ايكوال 661 تبقى جايب بيها 1200 1250 اي بي، او تطلع معاك برضك زي الهيلر بلديه سكيب. وانا قلت الهيلر بس يطلع بلديه سكيب لان في الاغلب الهيلر بيطلع معاه بعصايه اسمها الهولي، لا اسمها الفولن، معلش انا اسف، الفولن ستاف. فالعصايه دي اساسا غاليه،
لا معلش انا اسف، بيطلع بالهالو فول، انا نسيت. مش هيلر يا جدعان خالص والله. فهو بيطلع بالهالو فول. العصايه دي غاليه، بص تي 4 منها ب 200,000. هو ايه يعني مينيمم هيطلع 6 مينيمم، دي 331,000. عشان كده الهيلر لازم يطلع ببلدايه سكيب. اثناء الكونتنت وهو بيعمله بيبقى لابس بلدايه الهيلر بتاعته عادي، اثناء ما هو واقف من غير اي حاجه يعني كده بيتمشى في المابا بيعمل بيسيرش مع الشاب كده، بيبقى لابس بلدايه السكيب عشان ما يموتش. وبس كده يا عزيزي، يا رب الفيديو يكون عجبك وعرفت افيدك بيه. يا رب تقدرني باللايك والاشتراك بتاعك اللي بيساعدني جدا. ويلا عايزي، الى اللقاء.